طيب سؤال يا كوتش. انا لو في شغل البيت كربة بيت يعني الدنيا بايظه عندي وبيتي بقاله كتير مركون وما فيهوش نظام ولا ترتيب ولا عامله لي نظام في بيتي ولا عارفه ابتدي منين واروح فين. ده السؤال ده ستات كتير بتساله، وخصوصا لما بيبقى فيه فترة كده هي ايدها مش في البيت، او هي طبيعتها مش من الستات اللي ايدها على طول في البيت. هنا الإجابة بتكون فورا وبسرعة اعملي لنفسك نظام تنظيف سريع للبيت. تنظيف السريع للبيت ده عبارة عن نص ساعة، 3/4 ساعة، ماكسيموم ساعة. عبارة عن انك انت بتقومي يوميا كل يوم ترجعي كل حاجة مكانها. السراير بتتساوى، الحاجات بتتحط على مكانها تاني، الكنب بيتساوى، المخدات بتاعت الكنب ترجع مكانها. لو في كوبايات بره عن المطبخ رجعيها، هدوم مش في مكانها رجعيها، هدوم عايزه تخش صبات الغسيل اوكي كده. سريع 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 سريع. ده يوميا يتعمل، ده يوميا يتعمل. انا كل يوم اول حاجه اعملها في يومي ان انا اعمل ده، او ممكن تعمليها قبل ما تنامي. وعلى فكرة النظام بتاع التنظيف السريع ده لازم 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 يتعمل يوميا مرة على الاقل، وممكن كذا مرة في اليوم، اللي هو على طول رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية. ده بيخليكي على المدى البعيد بيتك على طول في ايدك، تحت ايدك. ده خطة الانقاذ السريع اللي هو هنعمله بسرعة. ده في حالة اللي هو على الوش، من على الوش. طيب الحاجات بقى العميقة، انا دولابي لو اتفتح غابة، انا الادراج عندي كلها ملخبطة، انا المطبخ الدرة في المطبخ، انا تحت السراير، انا فوق الدواليب، مش عارف فوق التلاجة، جوه التلاجة، البوتاجاز عندي بقاله فترة. الحاجات دي بقى هيتعمل لها خطة شهر كامل. كل يوم هتاخدي حاجة منهم ترجعيها لأصلها، تخليها زي الفل. يعني مثلا هنمسك الدولاب في يوم هعمل له جرد تام، اطلع الحاجات اللي ملهاش لازمه بره، الهدوم اللي مش في مكانها ترجع مكانها، الرفوف تتظبط. دي هدوم جوزي، دي هدوم ولادي، دي هدومي، دي الفوط، دي الملايات، دي مش عارف ايه. رص رص رص، ظبطي ظبطي، اعملي ترتيب كده ونظام لدولابك يبقى سهل في الاستعمال. هقف على الموضوع ده مثلا النهارده، هخصص ساعه ساعتين امسك الدولاب ظبطه 100 100. خلاص كده الدولاب النهارده انا هنام والدولاب متظبط. بكره باذن الله ايدي في الدولاب ازاي؟ غسلتي، طبقتي، تحطي الهدوم بنظام. مش مثلا اجي احط الهدوم في الدولاب على النظام اللي موجود، الخبط الدنيا تاني. لا، انا خلاص عملت سيستم للدولاب، ويوميا السيستم ده بيرجع مكانه. كل ما مدي ايدي اخد هدوم، او كل ما مدي ايدي احط هدوم، ايدي بسرعه تك 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 ترجع كل حاجه لمكانها. واعود نفسي على كده، واعود ولادي على كده. لو ولادي صغيرين انا اللي بحط وبشيل، لو ولادي كبار ليهم جزء من الدولاب عندي، او هم ليهم دولابهم في اوضتهم، هيسري عليه نفس النظام. هنرتبه ترتيبه محترمه، وهنصبر شويه، وهنتعامل مع الولاد شويه، وهنفهمهم شويه، او انتي تقومي بالواجب. ولو اني افضل ان السيستم يمشي على الكل، بس اهو يلا في البدايه لو انت حتى مش مدربه اولادك. وهكذا. ده دولاب الايه؟ دولاب الهدوم. طب واحده مثلا قالت لي البوتاجاز عندي حالته رهيبه، البوتاجاز كانه طالع من حرب عالميه 10. مفيش اي مشكله، هتيجي يوم تحددي يوم من الشهر، احنا قلنا خطة شهر، هتيجي يوم من الشهر هتقفي على البوتاجاز، تجيبي بقى منظفاتك اللي هي بقى مذيب الدهون، الجوانتي بتاعك، السلكة الخشنة، مش عارف ايه، وهوب هوب هوب تفوري البوتاجاز من فوق لتحت، الفرن كله ياخد منك النهارده ساعة ساعتين المهم النهارده في يوم خلصتي البوتاجاز. تاني يوم بقى وانت بتستعملي البوتاجاز عملتي شوية مية مغلية ونزل منهم نقطة، النقطة دي تتمسح. عملت شوية فول وبيض للعيال يفطروا، طرطشة الدهون دي البسيطة دي تتمسح. خلاص خلصت، شلت الأكل من على النار وحطيت للولاد ياكلوا، وخلاص بشيل الاطباق بحطها على الحوض. انا ايدي بتغسل في الاطباق تمام التمام، وبنشف الحوض وبمنديل. والله ما هيستحمل منك البوتاجاز اكتر من منديل او فوطه نظيفه، على كل جزء في البوتاجاز، وتمشي عليه كده. انت خلاص انت مفوراه امبارح، تاني يوم بتتعملي كده معاه. اللي هي العيون دي يوميا تتمسح. المربعات الحديد دي اللي بتبقى فوق البوتاجاز اللي هي الشبكة يوميا بتتمسح بفوطة، بمعنى بفوطة، حرفيا كده بفوطة.
يبقى هنمسك الجزء من البيت نفوره في يوم، ومن تاني يوم خطة بقى المتابعة، ايدي فيه على طول، ايدي فيه على طول. ايدك فيه على طول دي مش هتاخد منك دقايق، سواء بتحطي حاجة في الدولاب، سواء بتستعملي البوتاجاز، سواء بتستعملي التلاجة، المطبخ، الظرف. هتمسكي تقسمي المطبخ عندك اجزاء كده، بحيث انك انت يوم النهارده هعمل مثلا ظرفتين 3، ارتبهم، اظبطهم، اعمل لهم نظام، اجيب منظمات، اعمل اقرب حاجات وابعت حاجات، بحيث ان الاستعمال بتاعي يبقى سهل كده، مش كل ما بيدي ايدي افركش الدنيا. خلاص عملتي النظام، من تاني يوم وانت بتستعملي في المطبخ كل حاجه ترجع مكانها، كل حاجه تمسح تحتيها، كل برطمان مسكتيه او اي حاجه مسكتيها تتمسح. كل ده ما بياخدش ثواني في الايد. عملتي شويه طماطم في الخلاط، خلصتي، شفشائك خلاطك بيتمسحوا بفوطه. طيب انا الخلاط بتاعي حالته صعبه، امسكيه برضو زيه زي اي حاجه قلنا عليها، اقفي عليها يوم، واليوم ده مش هياخد منك اكتر من نص ساعه، ساعه، وساعات اقل، في حاجات هتاخد ربع ساعه. ترشي حاجات بتدوب الدهون وتظبطي، تمسحي، تروقي، وتاني مره استعمال للشيء يبقى استعمال على نظافه. بعد ما تستعملي ايدك لمست الشيء يتمسح بالفوطه، وهكذا في كل حته في بيتك. طب انا حمامي خرابه، حمامي يعني عايز يتضرب فيه قنبله، هنقعد عليه برضو يوم، هنمسكه من فوق لتحت. عارفين بتاع تنظيفة العيد دي، اجيب بقى منظفاتي واظبط واظبط واظبط، والتواليت والحوض والبانيو والحنفيات والارضية والحيطان. خلاص انا عملت ده. عرفتي تقسميه؟ اوكي. ما عرفتيش، هي علقه هتاخديها. هو الشهر ده الاولاني لحد سايب بيته بقاله كتير، او حد مش مهتم ببيته اصلا، او ملوش نظام في بيته، في شهر كده هيبقى شهر ايه، شده محترمه. اشد الحاجه النهارده، تاني يوم وانا بتعامل معاها، ما انت مش هتسيبيها، يعني انت مش نظفتيها وهتقفلي بيتك وتمشي، لا انت بتستعملي حاجتك. اي حد بيخش الحمام مفيش ميه بتساب على الارض، على طول بنشد بالمساحة، على طول شبابيكنا مفتوحة تهوي. كل يوم عندي ازازة كده او اي شيء، بخاخة فيها كلور ومنظف ومعطر في بخاخة، وعندي شيء بستعمله كده شكل ليفة، شكل فرشة، اي حاجة. الحوض والتويلت والبانيو والارض، وحته من الحيطه. الحيطه انت لسه عاملاها امبارح زي الفل، يعني نستنى عليها شويه، بحيث ان انا اقسم الحمام يبقى ماشي معايا كده بالمنظر ده. كل يوم الحاجات اللي بستعملها يوميا، حوض وقعده وبانيو وحنفيات، دول بيتلمعوا يوميا، والارضيه طبعا. اما الحيطان ممكن اعمل حيطه كل كام يوم، حيطه كله بيتقسم وكله بيتظبط. مطبخك، حمامك، اوض نومك، اوضه نومك، اوضه الاطفال، الخشب، كل حاجه بيتعمل لها خطه، بيتقام عليها مره تتظبط، وبعد كده ايدي فيها في التنظيف اليومي. وبقسم بيتي حتت صغيره، وكل يوم باخد حته مع التنظيف السريع. التنظيف السريع ده حاجة، وانك تاخدي حتة تقسمي بيها بيتك من اليوم ده، ما تاخدش مني 10 دقايق، ربع ساعة، بعد ما اكون خلصت الشهر. يعني انا الاول شديت بيتي في شهر، خليته فلة، والحاجة اللي اعملها النهاردة ارجع ايدي فيها، مش هسيبها واروح لغيرها تبوظ مني، لا انا ايدي فيها، كل ما المسها انضفها. خلاص اقوم على الخشب بتاع البيت كله، اجيب ملمع خشب وانضفه واعقمه واخليه زي الفل، احط له خطه، يا اما يوميا يتهف بفوطه، يا اما اسبوعيا كل اوضه تتشد كده وتتنضف الخشب بتاعها، وهكذا. بيتك هيبقى على مدار الشهر خلص وبتنضف. وبعد ما يخلص الشهر اللي هي شقلبنا البيت بقى خلاص، ما مش هنعمل الشهر ده تاني بقى خلاص، ما عادش فيه بقى تنظيف عميق اللي هو تنظيف اقعد اموت نفسي في البيت، لا خلاص. هيبقى فيه بعد ما الشهر يخلص تنظيف سريع كل يوم، ومعاه حته من البيت تنظيف عميق صغيرة جدا، وفي حاجات يوميا ايدي بتتحط فيها. مفيش درج امسكه وافتحه الا لما يكون ليه نظام، ومفيش درج بتحط فيه اكتر من حاجة. ده درج شرابات، ده درج مثلا اكسسوارات، ده درج ادوية، ده درج مش عارف شرابات، ايا كان. كل حاجة وليها مكانها، ودي من الحاجات المهمة جدا 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 جدا. كل حاجة لازم يكون ليها مكان، مفيش حاجة اسمها ركن بيلم كل حاجة في البيت وبتحط فيه، لا. دراج المطبخ متقسمة ومعروفة، ده درج كذا وده درج كذا. حتى لما تبعتي ابنك تقولي هات لي حاجة من حتة الفلانية، عارف هو هيروح يجيب ايه بالظبط. فانتي مقسمة ومرتبة ومظبطة. الموضوع ده ياخد منك ايه؟ ممكن ما يستغرقش منك وقت، ممكن شهر بكتير وتبقي اعظم ست بيت في الدنيا.
وتعملي لنفسك خطة للبيت. الخطة دي تابعي، ما تسيبيش البيت. شغل البيت اليومي بعد ما الواحد بيشد بيته بالمنظر ده ممكن ما بياخدش اي حاجة، بس لما نسيب البيت ونسيب يوم في الاسبوع هنلم البيت، لا مش عارف يوم الجمعة، لا يوم الخميس، مفيش الكلام ده، ما ينفعش، يبقى صعب ومرهق وتلاقي نفسك بتيجي على اخر اليوم مهدودة. هو شهر هنتعب فيه مرة وبعد كده مش هيحصل تاني. ايدي على طول على طول على طول في البيت، ده اللي انا بنصح بيه. اي مستشيرة بتستشيرني في الموضوع ده. وكمان لو احنا قاعدين احنا الاتنين مع بعض بنحط خطة وبرسم لها نظام وبظبطه لها وبخليها تعرف تعمل كذا وكذا وكذا وكذا، بحيث ان هي تلم بيتها. بس والله اللي انا قلته ده كافي جدا. لو قعدتي تسمعي الفيديو مرة واتنين وتلاتة وتركزي وتطلعي خطة تقسمي بيها بيتك، هتلاقي بيتك بقى سهل جدا وخلصتي منه بقى خلاص. تفضي بقى الحاجات تانية، تفضي تتعلمي حاجة، تفضي تروحي جيم، تفضي تروحي تخرجي. كل ده بيحصل في بداية اليوم وبنخلص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.